هذه المسألة، يعني انه لعيب يقول مين يجي ومين يمشي، بس برضه عشان نقفل، لان انا عارف انت مش هتتكلم تاني. يعني هل في مشكلة مع كهربا؟ اكيد انا هو بس دي النقط اللي انا طرح اوضحها معاك. مبدئيا كهربا لعب مع بيمبي من وهو صغير اكتر من 8 سنين مع بعض. يعني يعتبر كهربا في الوقت اللي احنا كنا فيه بيمبي انا كنت مربيه، لان انا كنت قابله في الدرجه الاولى وهو كان بيطلع يتمرن معانا، فانا اللي مربيه. يعني كهربا العلاقه بينه وبينه اخوك الصغير. اخويا الصغير، ما حصلش اي حاجه. وبعدين احنا بنلعب كوره، يعني الكوره دي متعرض ان انا حارس مرمى وهو فيرود او هو بيهاجم عليا، يعني التحام، ضغط، زق، بتاع. ده اللي بيحصل في الكوره. حصل ما بينه وما بين كهربا التحام خفيف. ده في اول المعسكر، يعني يوم 2 يناير. ده بعد ماتش كاب فيردي. الماتش اللي كان في المجموعات. في المجموعات. ما كانش لسه اتكلموا، كان في كلام الاهلي، ما كانش لسه في كلام الاهلي. لا خالص ما كانش فيه كلام خالص ولا اي حاجه. التحام عادي. خلاص معلش يا كهربا انا اسف، هو خلاص يا جبل عادي، الموضوع انتهى. يعني معظم المعسكر كلنا انا وكهربا واللعيبه كلنا بنتجمع موجودين، ما فيش اي خلاف زي ما انا قلت لك. وكلنا في المنتخب ما بنفكرش في النقاط السلبيه دي، دايما كنا بنبقى متجمعين عشان احنا عارفين لما بنتجمع بنبقى اقوى. فهو الموضوع نرفزت ملعب وخلصت. لا بالظبط كده. ما فيش يا باسط، يعني ما خدتش لحظه. ما خدتش لحظه معانا، يعني الموضوع عادي جدا. طيب تلاقي خناقه ما هو اتقال انه خناقه يعني خناقه كبيره كمان، مش خناقه صغيره. وان هو يتدخل لا انا علاقتي بكهربا، انا هحكي على علاقتي بكهربا. علاقتي بكهربا كويسه جدا، ما عنديش اي خلاف معاه. يعني كلنا اصحاب زمايل في المنتخب، اتزاملنا في انبي وقبل كده ولعب قصادي كتير. فالموضوع يعني ما يستاهلش اللي بيحصل ده كله. وبصراحه الموضوع مضايقني، لان يعني دي سمعه او دي سمعتنا كلاعيبه كوره. فما ينفعش الكلام ده يحصل وما ينفعش يتقال. انا طالع اوضحه بلساني، لان الحمد لله يشهد الله ان عمري ما في مشكله حصلت مني ما بينه وما بين اي لاعب، ولا بينه وبين اي حارس مرمى في الدوري المصري. سؤال تسمح لي كده، لو مش عايز تجاوب ما تجاوبش، بس انا عايز اساله. اتفضل. ابو جبل هو اللي قرر يدخل يشوط من نفسه؟ شوط البلانتي؟ ولا بتبقى من المدير الفني ولا من كابتن الفريق؟ هو كابتن الفريق شاور لي، بس انا دخلت شوط. كابتن احمد حجازي. فاذا انت ما كانش فيه متدربين عليها وانك تخش في الترتيب ده اساسا يعني؟ لا خالص. هو حجازي شاور لي من هناك، خلاص انا خدت القرار من كابتن الفريق ودخلت شوط. حلو جدا. اخر حاجه هختم بيها مع ابو جبل. طبعا انا بوضح معاك وبعتذر يعني عن الاخفاق اللي حصل في ضربه الجزاء، بس عايز افهمك والله ان ده قضاء وقدر ربنا سبحانه وتعالى. طبعا كل شيء مكتوب. ما احنا المنتخبات معظمها خرج، احنا بس بنوضح بعض النقاط للجمهور، علشان انا عايز اقفل كل المواضيع اللي الناس بتتكلم فيها. الناس بتتكلم على برضو موضوع انه ابو جبل والازازه، وانه ليه بيروح يمين على طول. انا عارف انه في حراس بتروح على زاويه معينه، في حراس بتلعب على التوقع. برضو ابو جبل محتاج انت